بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكمل أول يا عم فريرة، مكمل أول. وكنت سمعت الكلام، كنت مصر على 3 لعيبة في الدفاع. ليه؟ يعني كنت بتلعب ب3 مساكين ليه؟ النهاردة إلى حد ما، يعني أنت أكيد حد بلغك يا أمير، بلغه أمير، بلغه خليه ياخد مني ويسمع كلامي. الزمالك ياخد دوري مستريح، بس يسمع هو النهارده سمع الكلام في حته لعب ب2 مساكين بس. المسلوسي اين سيد نيمار؟ انت لعبت ب2 ديفندرات ماشي، ولعبت التالت قدامهم اللي هو امام عاشور ماشي، امتلكت نص الملعب وجبت 3 اجوان بالصدفه، ما عدا الجون التالت بس هو اللي كان فيه لعب وكان فيه بساط وراحوا بيها لغايه ما امام عاشور حطها للسيسي وجاب جون. انما الجون الاولاني مش هنقول اللي دخل في الزمالك، هنقول الجون الاولاني اللي جابه كوره طويله زيزو جيري والحق عملها بالعرض، يوسف اسامه نبي حطها. انا نفسي اعرف يوسف عامل لك ايه هو وسيد نيمار، نفسي اعرف. زي ما انت مدي الثقه لحسام عبد المجيد، ما تدي الثقه للاثنين دول. واحد يقول لي النهارده المسلوسي اخباره ايه؟ لا كروس ولا باص. ده النهارده زيزو الشوط الاولاني زي ما انتوا بتقولوا بقى، زيزو بيلعب ناحيه اليمين ناحيه اليمين، لعب جنبه خنق وزيزو غير، هو اللي غير ناحيه الشمال وجاب يوسف اسامه، زهق منه بيديله الباص في الاوت. لو انا بتكلم غلط اطلعوا اشتموني، لو انا بتكلم غلط اطلعوا اشتموني. كرة عرضيه ما بيعرفش يعمل الجامب، ده بيعمل كده يعني كأن مثلا واحد واقف اتوبيس يعني وحد مثلا عدى من وراه فقام جاي اتخض وعمل كده. انما لا زي جامب ولا في توافق ولا في ستايل في الباص ولا في الوقفه ولا في الترقيص ولا في الكروس، ولا كروس النهارده صح. وهو ما بيعملش كروسات، بس حتى اللي هو بيعملها غلط. خلصنا من المسلوس في ايام الطين دي. خش بقى يا عم فريرة، لعبت ب2 مساكين ما شاء الله. امتى تلعب ب3؟ لو عندك واحد زي اشرف قاسم او ابراهيم يوسف الله يرحمه، يبقى في الحاله دي العب بال2، عشان التالت ده بيطلع يعمل الزياده العدديه ويمسك الفرقه كوره زي ايامنا. اشرف كان بيطلع من ورا ويزيد ويلاعب الناس، فهو اللي كان بيفك لك كل اي ادخن فرقه كانت في الدوري في مصر او بره مصر. بمجرد ما اشرف يمسك كوره ويطلع بيها عمل زياده عدديه، كنا بنمسك اي فرقه ننفضها. يبقى في الحاله دي تلعب ب3 ما عنديش مشكله. ليه؟ لان عندك واحد لعيب كوره بيطلع على طول وبيكمل. انما انت ما عندك ده ال3 شكل بعض، ده ال3 ما بيعرفوش يباصوا. دي رقم 2. دي رتوش، بس انا بقول رتوش فنيه. طيب اين مصطفى شلبي؟ يا راجل يا جدو، يا راجل يا عجوز يا مخضرم، اين مصطفى شلبي اللي هو احسن؟ يعني هو ورمضان صبحي احسن 2 دلوقتي في مصر في الحته دي. هو فين؟ مش مهم، هي ماشيه معاك وبتكسب بالبركه، اونطه في اونطه. المهم يعني تعالى بقى نيجي على نص الملعب. انت بدات بايه؟ بدونجا وعمرو السيسي. طيب ايه اللي دونجا بيعمله اللي خد نجم المباراه النهارده بناء على ايه؟ ده جاي مبطل من بيراميدز. والله انا ما اعرفش يعني اللي اداله النهارده ده نجم المباراه يتحاسب. ده كله بيلعب لورا، اللي هو جبنا طارق حامد من جديد. طارق حامد رجع من جديد ويرفع لي الشورت زيه، وكل كره يمسكها ويروح يقرب ويعمل لي كده نفس حركات. ايه؟ اطلع من العبايه بتاعت طارق حامد، اطلع عشان تبقى لعيب العب لقدام. يعني انا رؤى السنه اللي فاتت يا عم فريرة ما كانش عندك اللي هو كان يمسك الكوره ويحطها للناس سروهات ويجيبوا جوان، بيلعب لقدام ماشي، بطيء شويه مش عارف ايه، بس باصه حلو والقدام، واخد بالك. انما دونجا لا بيضغط ولا بيقطع سيبكم من الاونطه دي، ده كل ده ضحك على الدقون، واخد بالك. وكل كوره يمسكها يقوم جاي يعملها كده، يعني ما فيش ميزه. بصوا توريه اللي هو بتاع بيراميدز، شوف بياخد الكوره اول ما بيستلمها بيعمل كده يوسع لنفسه ويطلع وبيلاعب كل الناس. لا ده يمسك الكوره يعملها كده ويعملها. جبنا طارق حامد جديد، يا دهوتي ياما. والنهارده كمان عشان يصدمونا اكتر بيدوا له نجم المباراه، راجل المباراه الاول. ده مين اللي بيقيم؟ انهي واحد بيقيم؟ ده عليا الحرام ما عنده فكره. امال زيزو يبقى ايه؟ جايب جون وعامل جون وعامل الجون التالت كمان. يعني هو بدايته لما رقص وعملها لامام عاشور. ده مش نجم المباراه؟ بلاش. امام عاشور مش نجم المباراه؟ بلاش. السيسي اللي جاب الجون التالت مش نجم المباراه؟ يا اخوانا ما تجننوناش. ادي الرتوش، الحاجات اللي احنا بنقول عليها لو هو عملها هتكسر الدنيا. انت
حتى في تغييراتك الشوط الثاني طلع من بين الشوطين، طلع المسلوسي، هو في حد بيروح عليك يابا؟ طلع المسلوسي ونزل نيمار، تطلع دونجا وتنزل امام ورا وتنزل شيكابالا، وبعد كده تنزل سامسونج. اقسم بالله كنت هتمسك وتعمل مباراه، احلى مباراه اللي انت عملتها. انت كسبان 3، يعني تنزل الشوط الثاني تجيب الرابع وتجيب الخامس وتجيب، مع كل الاحترام طب لفرقه الاسماعيلي. الاسماعيلي عمل اول 10 دقايق لغايه ما جاب الجون ودخل فيه الجون، خلاص. بعد كده برضه انا بعيب على ميدو، عبد الرحمن مجدي ده ما يقعدش. هتقول لي ده ما كانش بيتمرن، اديله في الاول يكسبني وبعد كده اطلعه، دي حاجه. تاني حاجه، انت بتلاعب باسم 70 دقيقه ليه؟ ليه وهو ما فيش اي خطوره على المرمى؟ ما تبدا بالراجل ده اللي هو الافريقي ده اللي هو رقم 30، كنت بدات نور ده كنت بداته راس حربه، وعبد الرحمن هنا، وكان الراجل التاني ده المدبولي الناحيه التانيه، كنت هتبقى شكلك احسن من كده وخطورتك احسن من كده. وبعد كده تقوم جاي، يعني انا بصراحه بس برضه هعذرك عشان دي اول ماتش، بس خلي بالك التجربه دي يا هتقضي عليك يا ميدو، ده تاخدها بقى من واحد بيحبك، لان انا مش موافق ان انت تمسك في التوقيت ده خالص، وبالذات فرقه يعني كلها مشاكل. مع كل الاحترام طبعا الاسماعيلي على دماغنا من فوق، بس ده سلاح ذو حدين، يا اما بطلت تدريب يا ميدو يا اما هترفعك في حته تانيه. بس الواضح ان انت شكلك هتبطل تدريب، الواضح، لان في حاجات عدت عليك، في حاجات النهارده في المباراه ومن بدايتها وحتى في التغييرات عدت عليك. المهم نرجع مرجوعنا تاني ونقول فيريرا انت بتكسب بالحظ. فيريرا ده اسهل دوري، اقسم بالله لو اي مدرب مصري ماسك مكانك كان زمانه دلوقتي جايب العلامه الكامله وفارق عن النادي الاهلي ب6 بونت، لان النادي الاهلي هيقع تاني وتالت بالشكل اللي احنا شفناه ده. واخد بالك؟ احمد ربنا ان انت معاك جمهور يحرك. هنا بقى الفرق بين جمهور الاهلي دلوقتي وجمهور الزمالك. كان الاول الاهلي جمهوره بيبقى واقف ورا الفرقه لاخر دقيقه، دلوقتي جمهور النادي الاهلي بيشتم لعيبته واحد واحد. لحد دلوقتي دخلوا على رئيس النادي امبارح، يعني دخلوا على الكابتن محمود الخطيب. يعني هم الاول اتكلموا وقال لك حسن حمدي يقول للخطيب مش عارف النادي الاهلي او جمهور الاهلي احسن لعيب، حاجه زي كده يعني. هتاف وفي هتاف تاني مش فاكره، واخد بالك؟ ده دي البدايه. فبعد كده اي اخفاق تاني هيشتموا الخطيب، ما عندهمش كبير. جماهير الاهلي ما عندهاش عزيز، انما مهما كان جمهور الزمالك كان يخسر ويبقى شكله وحش والكلام ده، ويقول لك سنظل اوفياء. وما بيشتموش لا لعيب ولا حد ممكن يشتموا حد من الاداره، انما اللعيبه ما كانوش بيجوا ناحيته. فده الفرق دلوقتي بين ثقافه جماهير الزمالك اللي هي واقفه من اول دقيقه لاخر دقيقه حتى لو في اخفاق زي ماتش المقاولين كده. الناحيه الثانيه بقى النادي الاهلي لا، دلوقتي اللي هيغلط هيتحاسب. امبارح شتموا الشناوي وشتموا قفشه وشتموا محمد هاني ما سابوش حد لغايه ما وصلوا للراس الكبيره اللي هو محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب، وقالوا له واحد اتنين، اقول له مش عارف ايه جمهور الاهلي احسن من جمهور والكلام ده. المهم دي فرصه عمرك يا عم فريرة، ياللي نايم على الخط، ياللي نايم على الخط، فوق وفوق، لان الرتوش الفنيه اللي انا بقول لك عليها دي اقسم بالله تخلي فرقتك زي الروان. يعني هقول لك التشكيل تاني عشان تحط بقى يا امير، بلغه قول له من واحد عبقري، من واحد لعب كوره. انت ما لعبتش كوره، انت شكلك حتى لو لعبت كوره كنت لعيب تشماجي، يعني كنت اللي انت اللي بيكسر، مش لعيب كوره حريف وفنان. عواد، وعندك محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، ده لحين عوده الونش ان شاء الله. عندك ناحيه الرايت سايد نيمار، ناحيه الليفت فتوح. عندك 2 ديفندرات في نص الملعب، حط امام عاشور وحط عمرو السيسي وحط قدامهم زيزو، وحط ناحيه الشمال مصطفى شلبي، وحط ناحيه اليمين يوسف اسامه نبيل اللي معرفش اللي بينك وبينه ايه بيطلعه. اول تغييره كنا انا وابني قاعدين وقلنا اول تغييره، شوف ده بعد ما جاب الجون على طول قلنا اول تغييره هيغيرها يوسف اسامه نبيل. وانت واخد عليه شيكات يا عم، هو انت ولا انت مدينه ولا انت ايه؟ انا عايزين نعرف. وبعد كده حط سامسون. انت شايف الجزيري اقسم بالله ما بيعمل حاجه، الحاجه الوحيده اللي عملها تحركها
لامام عاشور اللي شاطها وجت في ايد النجاز. ف دي فرصة عمرك يا عم فريرة، وفرصة عمر ان انت تعمل تاريخ، تاخد دوري ليك، تاني دوري ليك، ثم التالت لنادي الزمالك في ظل ظروف بيراميدز والنادي الاهلي. بيراميدز والنادي الاهلي دي فرصة مش هتتكرر تاني يا عم فريرة. فوق بطل العك اللي انت بتعكه ده يا عم امير. قول له من واحد عبقري بيقول لك لو حط التشكيل ده اقسم بجلالة الله هتهز الدنيا بيه، تلعب بيه في كاس العالم للانديه وانت مغمض وسايب رجليك وايديك. اللهم بلغت اللهم فشل. ومبروك لجماهير الزمالك المحترمه اللي هي مموته نفسها النهارده، ومبروك لمجلس ادارته اللي مرتضى منصور انا عارف ان هو اتخانق لغايه هنا، بس هيعمل ايه؟ لازم يسمع الحته بتاعت جماهير الزمالك هي اللي تقول له احنا مش عايزينه خلاص، بس لما يحصل اخفاق تاني. يلا سلام عليكم.